شلون استخدمتي هاي المعرفة اللي أخذتيها من هاي المنظمات وحولتيه إلى مشروع خاص؟ عالم وردي جميل، هي استقلالية مادية، استقلالية شخصية. هي مو شمعة، يعني اكو هوية كاملة، اكو المدينة. إنه تابع المرأة شغفها حلمها. وتسمع من الناس شلون أبتي شغل. مرحبا وأهلا بكم بحلقة جديدة من بودكاست ديتور. أنا علي. واني احمد. فاحنا اليوم حلقتنا مختلفة. أولا إحنا أول حلقة هذه نسجلها ريموتلي. أنت بأربيل، يعني بإسبانيا. فشوية السيت اب معناتنا مختلف. اليوم حلقتنا اليوم ويا هدى سرهنج، مؤسسة مشروع لالا كاندلز. مشروع كلش قريب علينا، على قلبنا أنا وأنت، نحب الشموع. بس الحلقة كانت كلش حلوة. سجلناها قبل ما بدنا نسجل الانترو هسه، لأنه كان اكو scheduling issues وكان عندنا وقت محدد. فأحمد، شنو رأيك كانت بالحلقة؟ ايش راح يسمعون اللي أو شنو اللي حيشوفوه؟ الا يعني هدى، مثل ما قلت، يعني هي مثل البزنس مال لالا كاندلز، يعني هي شمعة، يعني كانت تضوي و يعني من صدق مصدر إلهام، لأنه مو كل الناس. طبعا أنا بالنسبة لي كنت كلش سعيد إنه اتواصلت وياها، لأنه صار لنا إحنا يعني سنين دائما لالا كاندلز لالا كاندلز نشتري ونروح، بس ما كنت أنا صراحة ما كنت أعرف الوجه خلف لالا كاندلز وال شو اسمه الشخص اللي أسس هذا البزنس. بس هدى كانت يعني انه مصدر الهام، لانه اولا احنا ما بدنا نحكي هنا بس على رياده اعمال او بدايه فد سمول بزنس، احنا بدنا نحكي هنا على هويه كامله. يعني انه ثقافتنا احنا هنا بهالبلد، وما عداها بدنا نصنع، يعني بدنا نصنع برودكت داخل البلد موجود. ف يعني شلون تقول، فهي مو بس ريادة أعمال، هي علاقتها بالهوية الاجتماعية، علاقتها بالهوية الشخصية. راح يكون أكو نصائح للأشخاص اللي بلشين حاليا بزنس، إنه شنو يسوون، أو شنو هي المراحل اللي ما حد يتكلم عنها، اللي هي مثلا مرات إنه دائما تجي ناس تقول لك أني عندي بزنس وهيك راح يصير، وهاي المستقبل باتي، بس ما حد يقول لك شنو دي يصير بالكواليس، وشنو خلينا نقول التشالنجز او التحديات اللي فارتها، وما عدا هي كونها يعني امرأة بهذا المجال كليته، شلون قدرت تتواصل. فاني يعني جدا متحمس للحلقة، كانت واعتقد بيها معلومات اول مرة راح نسمعها، او اذا مو اول مرة يعني نادرا ما نسمعها، اللي هي شلون تحولت الفكرة إلى برودكت، وشلون البرودكت كبر، وشلون البرودكت راح يكمل، وهسه هي حاليا وين، وخططها المستقبلية. أكيد. كلش حبيت أنا حكي وياها هدى. المميز بيها إنه هي جاية من عالم العمل ويا المنظمات الدولية، وهي دارسة سياسة، لأنه هي درست سياسة بالبكالوريوس ودرست سياسة بالماجستير من جامعة كردستان، يونيفرسيتي أوف كردستان حولها، واستخدمت دراستها بشكل جدا ذكي وكرياتيف مبدع بالبزنس مالتها. حكينا وياها على مفهوم الدبلوماسية الناعمة، وش قد مهم إنه المنتج يكون شايل جزء من ثقافتنا، شايل هويتنا، شايل قضيتنا، شايل السردية مالتنا اللي نريد ننقلها للعالم كمنتج كردي من اقليم كردستان، وكمنتج كردي ما بين كردستان وما بين باقي محافظات البلد. ايش قد مهم هذا التعاون الاقتصادي والانفتاح الاقتصادي، ايش قد مهم هو ان يبني بيناتنا علاقات اجتماعية جديدة. حبيت قالت، واحنا ولو يعني احنا نستبق الحلقة، قالت يعني اني اقدر
أحكي ويا يعني ويا علي وأحمد إنه ويانا إحنا عن طريق شمعة بغداد. وهي من لما تسوت شمعة بغداد فكرت إنه شلون تقدر تحكي ويا أهل بغداد. أتخيل هاي اللغة اللي هي مو لغة مسموعة بس لغة على صعيد عاطفي، هي تقدر من ريحة الورد الجوري مال بغداد اللي خلقتها بالشمعة مالتها صار أكو في التواصل ما بيننا وما بينها. هاي الفكرة كلش أني تبقى يعني أنا كلش أحب الجانب العاطفي بالعلاقات مالتنا بعيد عن السرديات السلبية والسرديات السياسية اللي احنا نقول بنفسنا بيها ونتعامل على أساسها واحد ويا الآخر، سواء على صعيد السياسة أو على صعيد الطائفة أو الانتماء العرقي. فحلقة كلش حلوة، حلقة مميزة، تابعونا بعد الفاصل ويا ورجعنا بعد البريك. أحمد اليوم ضيفتنا ضيفة مميزة هدى. هدى سرهين، مرحبا ونورتي ديتور. احنا كلش سعيدين انتي اليوم ويانا. هدى انتي مؤسسة مشروع لالا كاندلز. مشروع كلش حلو، مشروع أنا وأحمد كلش نحبه لأنه حسينا إنه شيء جديد، شيء كرياتيف، شيء بهواية من الهوية مالتنا، من الثقافة مالتنا. جمعتي بعدة عوامل ما بين ريادة الأعمال وما بين هويتنا، ما بين أهمية الاقتصاد أو الدبلوماسية الناعمة مثل ما وصفتيها بالبايو ماتش، وشيء أنا بحكي بي وياك هواية. هدى، أول شيء إذا نريد نبدي، أول شيء مرحبا، وإذا نريد نبدي من بدايات عارفين عن هدى ما قبل الشمو. سعيدة جدا أن أكون وياكم علي أحمد، وإن شاء الله موفقين بالبودكاست. أنا اسمي هدى، هدى سرهنج، صاحبة مشروع لالا كاندلز من أربيل، وأم أعرف نفسي كأم هم، لأن ماما بجديد. يعني عادة من يقولون عارفين نفسك، قل أنا رائدة أعمال وصاحبة مشروع. أنا درست سياسة، تخرجت من جامعة كردستان هوليل سنة 2015، قسم السياسة والعلاقات الدولية، وبعدين كملت ماجستير بنفس المجال وسويت الثيسس مالتي أو البحث مالتي على البارا دبلوماسي، ويعني الاختصاص كان العلاقات الدولية. نفس يعني فترة بديت بالمشروع، ويعني من أنا نقدر ناخذ شلون يعني بدينا بيها. لما شفت البايو مالتي، لما كنت نبحث ونسوي الريسيرش مالتنا، شفت هواية تقاطعات بيناتنا، بيني وبين أحمد وبين جينا احنا من نفس، يعني احنا ثلاثتنا جايين من نفس الخلفية اللي هو العمل الإنساني، عمل المنظمات الدولية. شلون أثر عليك هذا الشغل؟ شلون استخدمتي هاي المعرفة اللي أخذتيها من هاي المنظمات أو من شغلك بشكل عام وحولتيه إلى مشروع خاص؟ هو أني زي ما قلت كاختصاص دراستي كانت سياسة، والشغل أول ما تخرجت اشتغلت بالبريتش كونسل لمدة تقريبا 6 سنوات. يعني كان مكان ممتاز، عمل ممتاز، منصب ممتاز، يعني كنت مرتاحة بالمكان كمكان. بس المشكلة كانت بالنسبة لي كشخص هي النظام، يعني نظام العمل، هي من الساعة 8 ل5، مع العلم بالمكان اللي كنت أشتغل بيه كان هكو بفلكسبيليتي، مرات بالأسبوع نقدر نشتغل من البيت. التوقيت ما كان كل يوم من 8 ل5، مرات من 9 ل5 أو من 9 ل6، من 10 ل6. يعني كان أكو فلكسبيليتي، كان أكو سمارت ووركينج، يعني نظام كلش حلو وفريندلي للناس. بس بالنسبة إلي هذا يعني أنا ما كنت مكتفية،
ما كنت سعيدة. يعني وصلت لمرحلة بعد 5-6 سنوات من العمل كنت drained، ما دا أقدر أطلع الكرياتيفيتي أو الإبداع اللي بداخلي. آه، كانت أكو رسالة أريد يعني أوصلها أو أريد الناس تسمع بيها، ما كنت أقدر أسويها من خلال هذا العمل. فنقطة التحول بالنسبة إلي الديتور بالنسبة إلي صار هنا. يعني عرفت الشغل ب 2020 بداية كورونا، خلص قررت إنه أنا لازم فول تايم أشتغل على اللي أنا داري اللي هو البزنس مالتي يالا كاندلز. مع العلم أنا كنت بادية بيه ب 2017، بس هو كان بعد بيبي ستيبس أونلاين، دا أتعرف على السوق، أعرف شكو ماكو. بس 2020 خلاص صارت الشغلة جدية، أنا full time candle maker entrepreneur وأسوي كل شي من A ل Z كله. فكانت نقطة تحول كبيرة إنه أعوف عالم العمل المنظماتي أو السلك الدبلوماسي، وتسمع من الناس شلون عبتي شغل، it's a guarantee، السالري، يعني هذا كله تسمعه. بس أعتقد إنه سويت القرار الصح إلي. مو شرط كل شخص عامل شي ولا. أكو ناس ممتعين جدا بهذا السيستم، بهذا 9 من 5 رائعين وهم يعني ينطون نتيجة حلوة. بس أكو ناس متوالمهم، وأني واحدة من هذولا ما كنت أقدر أكون مبدعة أو أنطي كل اللي عندي. ولكن اللي تعلمته يعني 6 سنين شغل نظام مضبوط، لأن أنا صراحة بديت كدراسة بمكان ممتاز. جامعة كردستان تعتبر من الأماكن الممتازة لتعليم الطالب الكريتيكال ثينكينج، شلون تكون مبدع، شلون تشتغل، يعني احترام الوقت، كل شي يعني تنظيم. وبعدها اشتغلت بمكان أكثر من رائع إنه واحد يكون منظم. تعلمت الشغلات الصغيرة والكبيرة. هذا من عرفته وفتحت مشروعي. كل شي تعلمته صرت أطبقه هنا. يعني هو مو فقط مشروع بدينا بيه من البيت وخلاص، لا، أكو بيه تفاصيل. فاللي تعلمته من الدراسة ومن مكان اللي اشتغلت بيه كله هسه لحد اليوم بعد أبقى. يس. صحيح. مرات أنا وأحمد نحكي بمواضيع المشاريع. كلش صعب إنه، ما أعرف أحمد إذا أنت توافقني بالفكرة، بس صعب إنه الواحد يلتزم بالفكرة مالته. يعني إنه إحنا دائما بنكون قاعدين تجينا أفكار إنه نريد نسوي شيء، بس صعب واحد يلتزم بيها. ومو بس التزام بالفكرة، يعني هو واحد من توصل يعني أنا أريد أعرف أكثر إنه شلون، يعني بأي وقت إنه جتش الفكرة إنه كفكرة إنه لا كاندلز، يعني إنه شلون جتي، لأنه أنا خلينا نقول مرات نفس أو دامر بنفس المرحلة، هم كان نشتغل وكل شيء كان فلكسبل وكل شيء حلو، بس مثل ما أنت قلتي يعني أكو مرات واحد يريد يعني يسوي مو أكثر، بس أريد أسوي I want to do it in my way. يعني شايفة إنه مثلا أنا عندي فد مبادئ أو فد principles أو فد creativity أريد أطلعها من تطلع بهذا الشغل. فمنها يجي الإبداع. يعني فشلون يعني من جدك الفكرة وبديتي تسوين، شلون من غريتي إنه لا أنا حابة بهذا الشغل لين يجيني راتب مثلا وروتين أتعب نفسي مثلا، أو يجوز أسويها أسبوع بس بعدين أكيد يعني ما جاء داوت إنه أنا ليش لا أسوي هيك. لا جاني، وأكو على يعني سيرة إنه صعبة الواحد يلتزم، أكو إغراءات هواية. يعني شوف أنت من تبدي بفكرة إنه بزنس مال، في أكو أفكار ببالنا كلنا. أول نقطة هي الحرية، إنه أني أكون حرة أني شنو أقرر، أني شنو أسوي، الوقت، أني اللي دا أدير. هاي شعور الحرية بكل شيء مغري تريد تسوي. هاي بالنسبة لمن تبدي الشغل. وبنفس الوقت أكو إغراءات ثانية، إنه شلون أنت تبقى على اللاين. يعني أنت جتك الفكرة، بس شلون ما تنغر على شغلة ثانية بالطريق تاخذك وتستمر له خلاص توقع. أكو هاي، وأكو أكيد إنه الواحد كل شيء يشك بنفسه، لأن أكو شغلة
إحنا دائما نفكر إنه الانتربرنورشيب أو ريادة الأعمال it's like a pink world، عالم وردي جميل، فيه استقلالية مادية، استقلالية شخصية، بس هذا مو كله، هذا بس قدام الشاشة نشوفه. مرات بنسوي بوست على الانستغرام، الناس بس تشوف الناحية المشرقة من العمل، بروجكت كبير سويناه، واو amazing income amazing project، فكرة عظيمة، هذا اللي يشوفوه. ولكن أكو خلف هذا كل الشغلات هواية، أكو تعب، أكو الواحد مرات هواي يشك بنفسه، وأنا شخصيا مريت وأكو هم يعني لحد هسه، مع العلم أنا صار لي مشكلة من 2017 بعد بادية أمر بيها، تجيني لحظات أشك بنفسي، أسأل نفسي أنا ليش دا أسوي هيجي. بس النقطة المهمة كلش إنه من حد يبدأ مشروع يكون عنده الواي، أنت ليش تبدي بيه؟ هاي كلمة الواي دائما ترجعك من تشك بنفسك، ترجع تقول أها أوكي خليني أوقف لحظة، أنا بديت بهذا المشروع لهذا السبب. فإذا أنت عندك الواي مالتك، كل ما تشك بنفسك، كل ما تجيب عقلات، كل ما تصير challenges كبيرة تجي قدامك، رأسا يعني الواي أو السبب ليش أنت بديت بيه يرجعك على الباث مالتك. أنا من بديت لالا كاندلز كانت فكرة فقط، كنت كل شيء أحب الشموع، ولكن حبيت إنه هذا الحب للشموع وحبي للثقافة أدمجها سوا، أسوي لي فد شيء يكون جميل. يعني صراحة أنا كنت أسافر هواية بحكم من كنت طالبة بالجامعة، وحتى من بديت اشتغلت بالبريتش كونسل، كنت أسافر هواية، أسافر سيمينارز، كورسز، وركشوبس، شغل، تنمية ذاتية، تجيني فرص هواية فأسافر برا هواية. النقطة إنه أنا من أسافر جميع الناس اللي أشوفهم بالكورسز أو بالوركشوبس عندهم سوفينيرز ينطوها، أنا كنت أعاني، يعني أكو شغلات بسيطة عندنا، بس كنت أريد شغلة حلوة هيك مميزة يكون بيها شغلات من الثقافة مالتي. فالفكرة إجت من أنا أسوي برودكت يجمع بين شغلتين أحبها وأقدر أهديها، والناس يقدرون يهدوها كهدية بيها سيمبولايزيشن للكولتشر مالنا. بديت بيها باستكانة شاي، يعني هي أساس البزنس مالتي استكانة شاي، سوينا بيها شمعة، بيها الحذاء الكردي، وبيها العربي نسميه موية شماغ، إحنا نسميه جمداني، وبالألوان المختلفة اللي تمثل المناطق المختلفة. فصار عندي سوفينير أني أخذه وياي، مو فقط شكل ديكور ولكن هم يستعمل، الشمعة تستعمل وبيها عطور، والعطور ترمز إلى الأماكن أو ترمز إلى الكولتشر أو شغلات موجودة. مثلا عطر النرجس، إحنا هنا بكردستان معروفين ذي بالربيع، فاختاريت عطر النكتة، يعني وايد أستعمل. فالفكرة بدت من أنا، وشوية شوية لقيت إنه أوكي نقدر أكو مجال نكبر هذا المشروع، لأن أكو جاب بالسوق نقدر نملي هذا الجاب. فحسه إنه بعد هاي 7-8 سنوات من الشغل، مو بس برودكت أني أقدم اللي هي الشموع، إكسسوارات الشموع، أي شيء علاقة بالشموع، لا أني هم أقدم خدمات. الخدمات مثلا الخدمة العلامة البيضاء اللي هي للشركات والمنظمات وحتى الأفراد اللي يحبون يسوون شموع أو يقدمون شموع كهدايا للضيوف مالتهم بالمناسبات، فنسويها بأعداد كبيرة باللوجوز مالتهم ونهديها. وهم نسوي مثلا خدمات أخرى اللي هي مثلا إعادة التعبئة، نحب مثلا نشجع إنه يكونون إيكو فريندلي، ما يذبون الجارز مالتهم، هذا هم ما موجود بالسوق. الشغلة الثالثة اللي هي الوركشوبس اللي هي نهائيا موجودة، فمثلا أنا دا أنطي شغلات وخدمات ما موجودة بالسوق، أعطتني فرصة إنه أبني بيزنس من فكرة إلى شغلة أسس بيها، يعني تنطيني استقلالية مادية، وهم اكتفاء إنه أنا دا أنطي يعني المجتمع مالتي giving it back.
فمثلا الوركشوبس قلت أخليهم يجون هم يجربوا من الاستوديو مالتنا يسوون الشمعة كأكتيفيتي شهري وأسبوعي. يعني بدت شغلة فكرة صغيرة، بس بعدين درستها وشفت شنو الإمكانيات مالتها إنه ننقل الجاب اللي موجود بالسوق. صحيح. شو واحدة من الشغلات يعني أكثر من شغلة اللي أحب المشروع ماجس، الشيء اللي يعجبني بالفكرة إنه بأكثر من تقاطع. يعني فكرة المشروع بجانب جانب الهوية الثقافة، بجانب اقتصادي، بجانب وبجانب الأكتيفيتي أو الفعالية اللي هي تخلق مكان جديد للناس تروح عليه. يعني أنا يعني أتخيل إحنا كلنا، يعني أنا ساكن ما بين أربيل وخارج، يعني ما بين أربيل وإسبانيا حاليا. لما أروح إلى أربيل، مكاناتنا أو الأماكن اللي واحد يطلع يسوي لها أكتيفيتي هي تكاد تكون محصورة بالكافيه أو بالمطعم، إنه ها رايحين ناكل، ها رايحين مطعم، ها رايحين كافيه. بس ما كل أماكن اللي هي ممكن تكون مكان يجمع به أكثر من شخص على نفس مثلا السوية الثقافية، على نفس الاهتمامات، ويكون في شيء خارج عن الاستهلاك النمطي اللي لسه موجود بالاقتصاد مالتنا. خلقتي في شيء مختلف. إيش قد كان مهم بالنسبة إلك موضوع إنه أنا أخلق مساحة للناس تجيني لي يمي؟ مهمة جدا. لأن أنا أول نقطة بحكم إنه أنا مشتغلة هواية بفكرة الترينينجز والتنمية الذاتية للشباب، وكنت مهتمة بهذا الموضوع، واشتغلت ويا هواية منظمات من كنت طالبة. فالشعور اللي أنت تنطي يعني إذا ترجع للمجتمع، تعلمت هواية وسويت هواية، فأنا أريد أنطي، أريد أعلم، أريدهم هم يستمتعون. هذا الشعور كلش حلو. من خلال البزنس مالتي لما تفكر بيها هو بالشموع، تسوي شموع تبيعها بالشوبس أو على الويب سايت. أوكي، هذا حلو وبجانب إبداعي. لأن أنا دا أبدع مثلا بالأفكار وبالتصميمات. بس أوكي، هاي شلون بعد ما أنطينا للمجتمع من خلال هاي المنتجات شو بعد نقدر نسوي؟ أنا فكرة إنه أنا أقدر أسوي ورشات لصناعة الشموع للشباب والبنات، يعني تعطيني شي طاقة حلوة، تعطيني فرح، تخليني إنه أستمر. يلا أريد بعد أسوي. هسه هالفترة جتني فكرة رائعة جدا بعد ما سويت كل هاي الورشات. يعني هي كل ما تستمر بشغلة تجيك شغلات. فهالفترة دا أشتغل على فكرة جديدة، دا أدور على يعني تمويل إلى صراحة، يعني هي فكرة حلوة وجميلة ومن خلال نفس الماي وجديدة. يعني أنا مو بس أسوي أوكي سويها، لا، فكرة جديدة وتضيف. فمن دا أشوف الناس يجون بالورشة يسوون هاي الفعالية ويستمتعون بها خلال ساعتين، يعني ما تتخيل الرضا النفسي اللي عندي. دا أحس بقيمة الشغلة اللي دا أسويها، ودا أشوف الفرحة بيهم. مثلا سوينا أبدعنا في صنع شمعة، أنا أبدا ما كنت أصور أقدر أسوي شمعة. من يقولون هيجي، يعني هاي النقطة تفرحني وتخليني يلا شنو اللي وراه next، أريد أسوي، أريد أكبر. فشعور جميل كلش من دا أشوف هم يجون يسوون الشمعة بنفسهم. أكيد شيء كلش حلو. دا شوية نرجع نحكي على البروسيس. أنا وأحمد اشتغلنا بنفس الشركة بمشاريع كانت تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة حجم، مشاريع مثل لالا كاندلز. لما اشتغلنا ويا accelerators و incubators مثل فايب واللابس، وأكثر من مكان أحمد اشتغلناهم بشكل أقرب من جلد بعين. شلون تحسين هذول المشاريع ممكن يفيدون
الأشخاص اللي عندهم أفكار أو الأشخاص اللي يريدون يصيروا رواد أعمال. هل تجربتك وياهم كانت تجربة جيدة؟ شنو اللي أضافوا لك يا مؤسسات مثل مثل فايف لابس أو غيرهم اللي اشتغلتي وياهم؟ أتخيل اشتغلتي ويا مؤسسة أني أخذت ترينينج واير incubators، دخلت في incubator مع 51 labs، مع الأورنج كورنرز، مع التكوين accelerator. إي وهواية بعد هواية يعني أول 3 سنوات ما كان اللي هي أنا بالبداية من بديت ما كان أكو هاي الانكيوبيترز والأكسلريترز، ف it was very challenging. يعني كلش كان صعب ألقى أحد ينطيني الدايركشن الصحيح، لأن أنا الباك جراوند مالتي مو بزنس، ما دارسة بزنس، فأني أحتاج مساعدة، أحتاج تعليم بهذا المجال، فكنت مجبورة إنه أنا أعلم نفسي. هاي أول 3 سنوات من بديت ما كان أكو. بعد كورونا صار أكو شفت كلش كبير. تقريبا during كورونا أنا أخذت تكوين accelerator، لأن بالضبط during كورونا كان دخلت incubator ب 51 labs، وبعدين وراها جت فرصة التكوين دخلت بيهم. فأول 3 سنوات أقول كلش كانت challenging بالنسبة لي، لأن ما كان أكو مصادر. بس بعدين من دخلت هاي الانكيوبيشنز والاكسلريشن بروجرامز كلش تفيد. إذا أنت يعني تريد صدق تستفاد وعندك هدف، مو فقط إنه تدخل على مود إنه أنا دخلت بلان انكيوبيتر أو سويت بلان اكسلريشن كلش تفيد. أنا فادتني بالنسبة إلي الانكيوبيترز كانوا بداية، الحاضنات مال ريادة بالأعمال كانت بداية بالنسبة إلي أتعلم شنو يعني ريادة بالأعمال، شنو التشالنجز، شلون أبني بزنس، شلون أشتغل على الفاينانس. يعني هذا كلش challenging بالنسبة إلي كان. فادني كلش هواية. بعدين الأكسلريتر أخذني لمرحلة أخرى. It accelerated me specifically مال تكوين، لأن كان كلش intensive. عبالك داخلة بماستر بروجرام كلش serious، أكو work، أكو homeworks لازم أسوي، أكو tasks كل أسبوع. اللي كانوا موجودين بالإنكيوبيتر كانوا ممتازين جدا، فاستفادت منهم. أخذني خطوة. وطبعا ما ننسى إنه وراها أنت تجيك فرص فندز، إنه تمويل. هاي التمويلات بالنسبة للمشاريع الصغيرة كلش مهمة. أنا ياما جتني فرص قدمت عليها. أكيد اللي ما حالفني الحظ بيها، واللي حالفني الحظ بيها كانت سبب إنه أنا أفتح مكان. يعني كان سبب إنه من شاركت ب 51 labs، الناحية النفسية والناحية التعليمية استفادت منها. بس بعدين نجي إنه أنا هاي اتعلمتها وأنا عندي نقاط أريد أشتغل عليها، ولكن محتاجة تمويل. إذا هم كان عندهم تمويل قدمت عليه، استفادت من التمويل، صارت فرصة إنه أنا أول خطوة أخطيها كانت بسبب 51 labs، إنه أطلع من البيت. يعني أنا مكان الورشة مالتي كانت غرفة كاملة بالبيت، طلعت منها استأجرت مكان، كان عندي استوديو، أول استوديو. هو كان مكان صغير مو كلش واو، بس كانت البداية. إذا ما كان هذا التمويل إنه أني أروح أستأجر مكان، ما كنت أني هسه بعد 8 سنوات عندي استوديو رائع في مكان ممتاز، وهسه دا أفكر إنه أكبره هم. ما كانت راح تجيني هاي. يعني يمكن كانت، يعني خلي ما نقول ما كانت، ولكن يمكن البروسيس كان راح يصير أطول كلش. تسرع اكسلريتر هي مثل اسمها. انطتني فرصة إنه أسوي ريجستريشن للبزنس، إنه أسوي ويب سايت، لأن هاي شغلات فكرت بيها إنه أصير يعني فورمال. سجلت البزنس مالتي بوزارة العمل والتجارة. بعدين سويت ويب سايت. كنت أحتاج محامين هم اللي يتكفلوا بتكاليف المحامي. هاي الشغلات احنا ما نفكر بيها، ولكن هي مكلفة. فهاي programs تسهل، وأنا أتمنى يعني هسه شوية قلت
أتمنى إنه يرجعون، لأن أكو شباب يحتاجون هذا الدعم knowledge wise و fund wise. هي شغلتين يعني واحد مني يبلش دائما يعني هو يجوز احنا طبعنا كمجتمع او يعني هنا دائما يعجبنا نقول انه احنا نعرف كل شيء. يعني اكو هواية ناس يبلشون بزنس يعني يحبوا، بس شايف انه اكو هذا الثقة مال انه اني ما اعرف وعادي اني ما اعرف راح اتعلم. يعني هواية أشياء يعني مثل على قولتك المحامي، التسجيل، هاي الأشياء إحنا أصلا ما يعني ما نعرف ولا سامعين عليها، عبالنا هي مجرد مثلا فشي واحد خطوة خطوتين وتخلص. بس يعني إذا يعني الناس مثلا إذا يسمعون، وصراحة أني I'm inspired by you as well يعني I just started the journey of making something that I care about. بس انه شلون يعني هاي الكونفيدنس اللي يجي مرات مثلا الواحد يقول اني ما دا اعرف هاي المعلومه ودا اريد اتعلم، بس مرات واحد يشعر شايفه مو بالاحباط انه هاي شنو هاي انا ما دا افتهم شلون الامور دا تمشي. يعني انه الفاينانس هيك بالمناسبه انا مخلص بزنس يعني، بس it's not easy يعني it's not the same. يعني انه اني او مثلا مرات كلش واحد مني بلش مثلا انت اول ما بلشتي اكيد كان ببالك يعني انا بالنسبه لي دائما افكر بالخطوه الاخيره، يعني هاي المشكله مو الخطوه الاولى والثانيه والرابعه. فكنت دائما مثلا انه اوكي انا مبلش، اوكي شلون راح تجي الفلوس، مين اني اقدر شلون اكمل. يعني اكو مرات هوايه احنا تكون عندنا توقعات انه نريد يعني هو of course انه احنا كلش passionate about يعني whatever you do، انه سواء كان product او workshop او مثلا اي يعني small business التايب مالته يعني بس مرات يعجبنا انه دائما نقول انا اريد هيك يكون واحسن شيء وهيك، بس اكيد البدايه ما تكون يعني نفس التوقعات اللي واحد موجود بخياله يعني. فشنو يعني شنو مثلا تنصحين او خلينا نقول تجربتك انه شلون من وصلتي مثلا هاي المرحله انه دا تبدين ودا تسوين بس دا تتخيلين انت بالنهايه وين دا تريدين توصلي له، شلون يعني شايف هاي you kept going؟ انه يعني اكيد كانت اكو ايام او مثلا اسابيع حسيتي انه ماكو دايركشن دا تمشين بيه، مثلا انه هو اني دا اتقدم لو اني بس دا اسوي فد شيء يعني هيك شيء يعني راندوم، لانه الواحد من يسوي شغله ما يعرفها ما يعرف هو وين دا يتوجه. بس هي دائما يعني دائما things happen and يعني شلون نقول الاشياء تتطور لانه واحد دا يسوي مو قاعد بس دا يفكر. هو أول شغلة إحنا دائما نقول البداية هي صعبة، يعني شلون نبدي شغلة أو شلون نبدي مشروع أو شلون الفكرة نسويها، يعني نطورها نسويها البرودكت أو السيرفيس أو whatever we want. البداية صعبة إنه تبدي شغلة، ولكن الاستمرارية هي أصعب كلش 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 كلش، لأن أنت من تبديها أوكي بدين خلاص، بس بعدها شنو بعدها شو نسوي؟ الاستمرارية كلش صعبة، يعني تجيك أيام تشك بنفسك، أيام الشغلة ما تمشي مثل اللي تريده، ظروف، وخاصة إحنا دا نعيش بمكان جغرافي الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية كلش زقزاق، يعني ما دا أقول هيجي، لا زقزاق، مرة هيجي أب مرة داون، يعني داون كلش. ف not predictable. من الناحية الأمنية الواحد لازم يكون واعي على هاي النقاط. أنت أول شي وين، ولازم تكون واعي إنه يصير يعني to accept it. أنت لازم تتقبل أكو شغلات أنت تسويها أو تسويها planning ما راح تمشي مثل البلانينج. although أنا كلش إنسانة تحب البلانينج، at the same time أحب يعني أنطي مجال شوية خلي يمشي مثل ما يعني مثل ما يقولون المية تمشي شلون ما هي تريد تمشي، خليها هيجي أنطي مجال شوية. بس ما أحب العشوائية، يعني ما أحب عشوائي إنه فكرة إجتني عشوائية يلا نسوي هيك اوكي تجيني فكرة لازم أنام عليها، أو تجيني شغلة أريد أسويها. قبل شوية حكيت لك إنه أكو فكرة ببالي أريد أسويها بعد الورك شوب، هي شغلة كلش حلوة. هاي صار لي أقول لك
6 أشهر إلى 11 أشهر أنا دا أفكر بيها ودا أنام عليها وشلون نسويها، أعطيها مجال مو كلش أخرها حتى بعدين رأسا، لأن الأفكار مرات إذا كلش تتأخرها تمشي خلاص شغل أحد ثاني يسويها أو راحت عليك. بس أنام هواية على الفكرة، أعطيها مجال، أسوي لها planning حتى يعني تنطيني النتيجة اللي أحبها. ما أفكر بالنهاية، يعني أنا أفكر بخطوتين 3 خطوات بعد يعني لي قدام، لأن أنا صراحة ما أعرف بعد هاي 3 خطوات شنو الظروف، شنو يمكن أنا بالطريق وأنا دا أسوي هذا الفكرة أصقلها كلش زين، بعدين لا هاي إذا نضفنا هاي شغلة إلها أو غيرناها بهاي الطريقة تصير أحسن. فأنا ما أفكر بنهايتها إنه شلون راح تصير النتيجة، على قد ما أفكر 2 3 لي قدام، يعني هاي 2 3 بعدها يلا خطوتين بعدها والله كريم. يعني إذا فكرت هواية بالنهاية already أنا بدماغي خلصت وسويت كل شيء وبعدي ما مسوية شيء. هاي النقطة اللي أنا أسويها، أهتم كلش بالبلانينج، بس 2 3 اللي قدامي مو كلش ويسترن، يعني أرتبها لحد النهاية لأن أنا ظروفي ما أعرف شلون. هدى إذا أريد أخذ شوية الجانب آخر من المشروع واللي هو مذكور وكلش لفت نظري، هو دراستك للماجستير. درستي ماجستير سياسة وعلاقات دولية، أو سوري الباشلر مالتي كانت سياسة وعلاقات دولية، الماجستير مالتي كانت سياسة والدراسات الدولية، واللي ركزتي عليه مشروع التخرج عليه هو على السوفت دبلوماسي أو الدبلوماسية الناعمة، وأهمية أهمية نشر الثقافة الكردية بشكل دولي. أريد شوي نحكي عن هذا الموضوع. احنا كاقتصاد ناشئ بالعراق بشكل عام، احنا اقتصاد ناشئ، وباقتصاد والاقتصادات الإقليمية مالتها ما بين الإقليم ما بين البصرة بغداد هي اقتصادات ناشئة بها شيء من الدبلوماسية الناعمة، لأنه احنا كبلد ما عندنا بعد الإمكانية إنه، أو مو عندنا الإمكانية وإنما ما أتخيل حالة المواجهة مع الغرب أو المواجهة مع العالم بالشكل اللي كنا به سابقا تمشي. إرادنا دبلوماسية ناعمة حتى تمشي أمورنا، حتى تمشي أمور البلد بنموذج إلى حد ما، يا ريت نوصل له يوما ما يشبه نموذج كوريا الجنوبية، خلينا نقول، اللي هم شلون قدروا يسيطرون بالدبلوماسية الناعمة بالبرودكتس مالتهم بالمنتجات. إذا أريد أحكي عن المنتج كدبلوماسية ناعمة بهواية من تفاصيل الهوية، إيش قد تعتقدين مهم للأشخاص اللي يبدون مشاريع هسه إنه يكون عندهم بهاي فكرة الدبلوماسية الناعمة، أو فكرة إنه أنا شنو تأثيره على المعطيات بالبلد، على صورة البلد خارج العراق أو خارج إقليم كردستان. هاي الجدلية أو هاي النقطة بفكرة إنشاء مشروع إيش قد مهمة بالنسبة إلك كانت، وإيش قد تعتقديها مهمة هسه للي دا يطلع، أو تشكل فرصة للي دا يطلع إنه يركز على الانتشار مالته بشكل أوسع. أنا من سويت رسالة الماجستير مالتي هو كان على البارا دبلوماسي، اللي هو العلاقات الدولية للغير الدول، يعني للغير اللي تكون دولة أنت، مثلا للأقاليم اللي هو إحنا مثلا إقليم كردستان. هاي كانت دراسة، لأن إقليم كردستان مو دولة، إقليم وذن يعني داخل دولة. فشنو هي البارا دبلوماسي؟ العلاقات الدولية اللي عندها هاي الأقاليم أو هاي الانتيتيز الصغيرة يسموها بارا دبلوماسي. فأنا كلش عجبني، من أنا صراحة كلش أحب بلدي وكلش أحب الثقافة، فكان بالنسبة لي very interesting أعرف شلون إحنا كأقليم نقدر نطور علاقاتنا. مثل ما أنت قلت مو بس إقليم كردستان، وإنما حتى العراق والشرق الأوسط واضح إنه إحنا مو مثل قبل نقدر نواجه العالم،
مثلا قوة عظمى، سلاح أو حروب أو whatever يعني، أو حتى بالاقتصاد، حتى نكون honest. يعني أكو هسه دول عملاقة، إحنا شلون نقدر نعرف نفسنا كإقليم، أو شلون نحبب نفسنا كإقليم، نطور علاقاتنا. الفكرة كانت إنه ثرو شغلات through paradiplomasi، هي علاقات النقطة اللي أنا يعني ركزت عليها بالبحث مالتي، هي العلاقات السوفت، اللي هي تكون الشغلات السوفت اللي مثل الفن، الثقافة، الأكل، يعني ثقافة البلد basically. هاي تحبب أو تعرفك على بلدان كلش كبيرة بطريقة كلش أقوى حتى من القوة الهارد، خلينا نقول باور، اللي هي الأسلحة والحروب والإيكونومي وهاي. فشفت إنه الفن نقطة، هي الثقافة هي نقطة، وسهلة جدا إن ندخل بيها بلاد وثقافات ومجتمعات أخرى. يعني أنت من خلال طبقة دولمة تدخل أوروبا يعني تعرف نفسك بيهم، رأسا يكون عندهم فضول هذا من وين، فيعني طريقة كلش سهلة إنه تعرف نفسك بيه، أو توطد علاقاتك بيهم كبلد أو كإقليم. فإجت فكرة الثقافة. إحنا ثقافتنا كلش حلوة، كلش ريتش، يعني هيك غنية، بيها تشعبات وبيها شغلات حلوة، بيها ألوان، بيها أفكار، بيها قيم. من خلالها أنت يعني تقدر هيك تفرض نفسك، أنت من وين جاي، شوف الشغلات الحلوة اللي عندك. فهذا كان كلش هيك عندي الاهتمام به، ركزت به هواية عليه. وحتى الفن، يعني شلون إحنا نقدر من خلال الأنواع المختلفة من الفن، اللي هي حتى الفيجوال، أو الفنون الصناعية. يعني هسه يعني شغلي هو فني جدا، لأنه أنا دا أصمم شغلات إبداعية مبدعة، أفكار جاية يعني مستوحاتها من الثقافة والطبيعة مالتنا. لأن مثلا أنا من أسوي الشموع، هي مو فقط فكرة إنه التصميم ثقافي، شنو موجود بالألبسة وبالأكل لا، حتى العطور من الطبيعة مالتنا. الطبيعة شنو معروفة بيها؟ مثلا نسوي شموع بيها عطور النرجس وعطور ورد الجوري اللي بغداد معروفة بيها، عطور ثانية. شنو بعد دا أريد أفكر بالشغلات اللي حتى اللي مثلا ندخل أفكار اللي هي موجودة بالطبيعة، مثلا الماونتنز مثلا بالتصميمات من الحضارة، الشغلات اللي موجودة بالحضارة مالتنا، النقاط المهمة مثل ملوية سامر، مثل نصب الحرية ببغداد. يعني شغلات هاي أفكر بيها من العراق وهم من كردستان، لأن أنا يكون صريح التركيز كان وما زال إنه كردستان، لأن أنا من هنا وأعرف أكثر على الثقافة هنا. يعني ثقافتي شوية أعرف شغلات عن مثلا الوسط والجنوب، ولكن لأن أنا أصلي مو من هناك فمو كلش متعمقة. بس هم دا أحاول من خلال تصميمات حلوة أقدر هيجي أسوي شغلات تكون رسالة، تكون منتج حلو. فرسالة الماجستير مالتي كلش فادتني، لأن هي كانت طريقة إنه أنا أبدي. درست هواية على هذا الموضوع، فربطتها بالمشروع مالتي هسه، اللي هي لالا كاندلز، شلون أني أقدر أسوي منتجات مستوحاة من الثقافة والطبيعة على مود الناس تتعرف أكثر عنه. وعلى الفكرة كل منتج من نسويه أو كل كولكشن، كل مجموعة، هي لأن جاية من قصة، فنسويها مثل الكارد أو ورقة كاتبين بيها إنه هاي الشمعة وهذا الكولكشن مستوحى من كذا فكرة إجتنا، فردنا نقدمها بهاي الطريقة ونروج الفكرة، أو نعرف الناس عليها، سواء كانت مكان
شاعر، مثل أنا سويت منتج شمعة اسمها مموزين، اللي هي تعتبر قصة رومانسية إبيك، يعني مثل روميو وجولييت كردية، كتبها كاتب أحمد خاني. فهاي التفاصيل كتبتها بكارد صغير حتى الواحد من يقراها، هي مو فقط شمعة، هي وراها قصة. أنا إيش سويت هنا؟ أنا بعت له شمعة ولكن بيها قصة، وصار يتعرف على منو أحمد خاني، صار هو يعرف أحسن من اللوكو منو أحمد خاني. أكيد طبعا، يعني ده تنطي أنت قرأت منتج مستهلك، ده تنطي منتج، ده تنطي جزء من الهوية، ده تنطي جانب ثقافي وهوية، وده تنطي سردية كاملة عن كردستان، عن البلد، عن حتى عن القضية كقضية كلية. أنا أعتبر إنه ماكو شيء قصة عاطفية أو جانب ثقافي ما بي جزء ما يحمل قضايانا. حتى يعني إذا نريد نحكي عن مفهوم الدبلوماسية الناعمة بالاقتصاد العراقي ما بين المحافظات، يعني إذا نريد نحكي بشكل صريح، العراق بهواية اختلافات وبهواية صراعات سياسية أثرت حتى على المجتمع، يعني أثرت بشكل كلش كبير علينا إحنا كمجتمع عراقي وكنسيج بلد بكل مكوناته. إيش قد تعتقدين، يعني أنا مثلا من أشوف يعني أنا حاطط قدامي الشموع، لما أنت عندك مثلا تشتغلين في إقليم كردستان، ولكن تسوقين منتجات ببغداد، تسوقين منتجات إلى البصرة، يعني عندك شمعة كاملة، شمعة البصرة بالم تريز أو شمعة نخل البصرة، بوابة أشتار، يعني بابل، النجف، سامرة، بغداد. إيش قد تعتقدين مهم همينك بالنسبة كجانب اقتصادي؟ إيش قد تعتقدين الاقتصاد والمشاريع الصغيرة ممكن تفتح باب لبناء حالة اجتماعية جديدة أو social contract، مثل ما نقرأ، أو عقد اجتماعي لما ندرسه بالسياسة؟ إيش قد تعتقدين الاقتصاد ممكن يبني عقد اجتماعي جديد بيناتنا؟ والله يبني كل شيء. ليش؟ لأن هو أصلا يعني شغلة نسويها، الكرياتيف برودكت اللي بنسويها هي مليئة بالعاطفة، مليئة بالانتماء. فأني مثلا من أسوي الشمعة لبغداد، هيجي تقربت عاطفيا مثلا من أحمد أو من علي، لأن هم مثلا أساسهم أو يرجعون من بغداد أو سامرة، فهيجي I touch them in a way. مو بس أحببهم بمشروع، لا بس أحببهم كمان إنه أني مو يعني أني مو من السامرة أو مو من النجف، ولكن أني هم أحب أتعرف، أني هم عندي حب واحترام وأشوفها حلوة، يعني أشوف الملوية حلوة، صح أني مو من هناك ولكن أشوفها حلوة، أشوف بوابة عشتار حلوة. فهاي هيك يبني لي جسر من المحبة، جسر من حتى economically، خلينا نقول money wise، يكون جسر اقتصادي حلو، يساعدني أني كسمول بزنس، وهم يساعد المجتمع إنه شوية نكون سلسين أكثر ويا بعض، نكون حبابين أكثر، إنه ويا اختلافاتنا بس إحنا حلوين، يعني ويا الاختلافات اللي عندنا إحنا كل واحد وحلاوته، كل واحد وجماله، كل واحد ثقافته. ليش ما نتعلم من بعض؟ ليش ما ناخذ من بعض؟ فأني أتصور مهم كلش من نصير inclusive، يعني بالعربي ما أعرف شلون أقولها، بس هيجي كلنا سوا. تتضمن عدة شخصيات أو عدة هويات. البلد ما بيه هوية واحدة، البلد ما بيه هوية واحدة جامعة. حلاوة البلد إنه هو متكون من عدة هويات، وهذا الشيء اللي هو ينطينا الغنى مالتنا، يعني مفهوم تنوعنا الثقافي وتنوع هوياتنا هو غنى البلد، أكثر ما إنه أنا أصبغة بصبغة واحدة كاملة مملة. خلي يقول باكون بالعكس.
صح أنا دا أفكر بالإنكلوسيفيتي بس مو على حساب إنه هم أمحي نفسي أو ما أشوفك. أني هم ثقافتي لأن أني هم الجول مالتي إنه أنت هم تتعرف على الباك جراوند مالتي وأني من وين جاية وأحببك بالكلتشر مالتي. أني مو بتهدف إنه أوكي خلال البرودكتس مالتي أو المكان مالتك أو الكلتشر مالتك لأن أني أحبه وأشوفه أنت تحبني، لا هم أريد أعرفك وأحببك بالكلتشر مالتي أو المكان مالتي أو الثقافة مالتي اللغة مالتي. فهاي بالنسبة لي كلش مهمة لأن أنا عندي شغف كبير إنه أعرف الناس على الكلتشر مالتنا specifically مثلا بإقليم كردستان لأن أني أعرف أكثر هنا بالثقافة مالتي وجنرالي على العراق من مثلا من يكون على مستوى أكبر. فأنا أشوفه كلش مهم ويخلينا هيك نكون حبابين أكثر ويا بعض. أكيد أكيد يعني هي أنا دائما وحتى مرات من أسولف ويا أنا وأحمد هواية نسولف ويا أصدقائي دائما أكو هذا الخلاف السياسي أو الخلاف أو هو قد يكون ما بعد خلاف فلسفي. يعني حتى دول أوروبا مرات هسه لا زالت هاي السردية عفوا إنه هل إحنا نخلق هوية جامعة أو هوية ضامنة تضمن الكل. وهي الفكرة لما الواحد يجي يخلق فد هوية تريدين تجمعين بيها كل شيء مرات يضطر الواحد يساوم على أجزاء من هويته أو يساوم على جزء حتى ماكو حتى يرهم ويا فد قولة محددة. بس أنت لا خليك ضامن للكل. وهذا الشيء ممكن يكون بالبزنس لما تيجي هدى تجيب بزنس أو مشروع كردي جدا إلا مكانه بالبلد بشكل عام إلى مكان من مثل ما يقولون من زاخو للفاو. هو هذا مكان ما يحتاج هدى تقول بنفسها من أجل السوق من أجل التبعات السياسية مالت البلد. لا بالعكس موجودة كاملة مثل ما هو كفكرة مشروع وكفكرة ثقافية كاملة. وهذا الشيء يعكس شلون احنا نريد نكون بالبلد. يعني احنا ما نريد نكون نص مواطن او 3/4 مواطن واني حتى اقدر ارهم اكون بهذا البلد لان لازم شويه اتنازل عن جزء من شخصيتي والله حتى اقدر ارهم بحسب القولبة السياسيه اللي احنا التقينا بيها. بالضبط اتفق وياك كل شيء وراه. موضوع المساواة ما كلش أحبه يعني ما أحب أساوم شيء على حساب شيء لا inclusive. أني يعني هذا هو أصلي أني this is me يعني هذا أني. فإذا أني ساومت على شغلات من نفسي ما راح أوصل الرسالة حتى ما يعني الغير شخص بطريقة حلوة. على سبيل المثال هدى أكيد يعني سمعتي هواية ستوريز بس أنا حتى شوية نشوفوا إنه إيش دا يصير بالباك جراوند لأنه أنت you're putting the candles everywhere and not seeing the reactions of people. إحنا كنا أنا أول مرة شفتها إن شفت الاستيكان الفكرة الاستيكان هاي طبعا أنا أول ما شفتها هيك يعني it was a big surprise لأنه ما شايف أنا هيك فكرة قبل وخصوصا كان التطريز كل شيء كان يعني من صدق يعكس انه انا جايب شغله من اربيل مثلا انه يعني من الاقليم يعني حتى اذا انطيها. فاني اشتريتها وحطيتها لانه كان عندنا مكتب هنا وعندنا كان مكتب بغداد حطيتها على المكتب مالتي هنا باربيل. ياهو يجي يفوت هاي الشمعة انت مسويها قلت لهم يعني first of all وصفتها من creativity بس not that much يعني This is لا هاي وين هاي لا كاندلز قلت لهم اوكي من طبعا شنو صارت وراها موضة ياهو اللي يجينا من السفر سواء من اوروبا يعني كاجنبي او الستاف مال بغداد يفوتون من يم شو اسمه قبل وين نروح نشتري لا كاندلز ده حيث يعني literally ما احنا كنا على السب نروح من سيل بوينت لسيل بوينت لان تعاركنا نريد الاستيكان وما كان اكو باقي هوايه والكل لا اني اريد اخذ الاستيكان والاخ يقول لا مو اني راجع لاهلي قلت لهم راح اجيب لكم شغله من اربيل وما ادري شنو. فيعني الفكره يعني من صدق هي يعني اذا تبعين عليها انه هي انت جبتي مثلا تسوين شمعه بس هي مو شمعه يعني انت يعني بالضبط يعني اكو هويه كامله اكو المدينه اكو الطابع هذا الثقافي اللي احنا من صدق محتاجيه يعني كلش هسه يعني احنا اذا تبعين علينا احنا شويه اكو هوايه استهلاك بس ماكو تصنيع يعني
حتى يعني إنه هي الشموع إحنا ليش ما نصنع شموع؟ يعني إنه ليش إحنا بدنا نروح نشتري شمعة من هاي الماس برودكشن اللي هي مجرد يعني very basic. الشموع مالتش بالمناسبة من تخلص يعني ما نقدر يعني بها استعمال ثاني. أنا أمي مسوية كولكشن كامل، كل الفاضيات حاطتهم واحد بصف الأخ على الرف، وصاير يعني إنه يعني بارت من الديكور مال البيت. شكرا شكرا. والله يحفزني كلش هذا الكلام ويسعدني بنفس الوقت. ومرات يخوفني هم، لأن يعني هو يصير مثل مسؤولية. أنا قدمت هذا الشيء رائع اللي هسه الناس حبوه، شنو اللي أقدر أقدمه أكثر. فشكرا شكرا على الفيدباكس، وما يحتاج تكعركون. اكو سيل بوينت، اكو الويب سايت هسه، فاكو الاستوديو دايركتلي تجون تاخذون منه. ف خلاص اكو there is enough for everyone. الاستيكان مجكو اسمه صحيح؟ مجكو مسوي أزمة عند الكل. بس أريد أسأل على يعني أحمد جاب فكرة إنه اختيار العطور، إنه شلون واحد يختارها. أول شيء أريد أسأل منو شيرين وفرهاد؟ عندك شمعة اسمها شيرين؟ شيرين وفرهاد هم قصة حب بين شيرين وفرهاد، اللي هم بالنهاية يعني ما قدروا يوصلون لبعض. هاي القصة معروفة كلش هواية بكردستان، معروفة بإيران، تركيا، أذربيجان، شوية هاي المناطق. يعني هاي القصة معروفة كلش هاي المناطق، لأن قبل ما يكون أكو حدود بالعالم، هاي المناطق كانت مفتوحة. يعني القصة ما تنتمي إلى مثلا إيران، أو ما تنتمي إلى تركيا، أو هي تنتمي إلى هاي المنطقة الكبيرة. فبس الكابل كان اسمهم شيرين وفرهاد. فأني اختاريت كونتينر شقي كلش، التفاصيل مالتها صاير قطية مثل شكردان، بيها زخرفة كلش هيجي شرقية. هاي الزخرفة مثلا تقدر تشوفها بإيران، تقدر تشوفها بأذربيجان، تقدر تشوفها بتركيا، بكردستان. يعني هيجي أكو إلها انتماءات. فسويت الشمعة وسميتها بشيرين وفرهاد. اشتريت القصة مالتها. متشكو نفس الشيء. متشكو هو يعني هو مو قصة حب، متشكو هي شايخانة، هي أشهر شايخانة بأربيل اللي واقعة تحت قلعة أربيل نص البلد. فأني من اجتني الفكرة إنه أسوي شمعة، اجتني من ناكا. كنت أشرب شاي ويا زوجي، قلت لي إحنا ليش ما نسوي لنا شمعة داخل هذا الاستكان. والله رجعت للبيت، سويت تيست هواية. انطيتها للعائلة للأصدقاء حتى يجربوها ويعطوني فيدباك. وعدلت عليها هواية، وسويت تصميمات مختلفة. وبعدين قررت يعني استقريت على تصميمين 3 منهم لحد هسه هم دا يمشون والأكثر مبيعاً بين الشموع. فسميت الشمعة مجكو تمنياً بالشايخانة اللي أنا استوحيت منها الفكرة. فيعني أغلب الكولكشنز إلها قصص. مثلاً كولكشن اللي سويت بيها 5 مدن من كردستان و5 مدن من العراق، اللي هي الأماكن الأثرية، النيتشر أو الشغلات. هاي سميتها النست، اللي هو العش، لأن هي الأماكن تعتبر عش بالنسبة لنا. أنا عش لي هنا، فسميتها النست. وقلت ليش مستوحاة من شنو من الأماكن. بالنسبة لعطورها، أنا أستخدم إحنا عندنا العطور مثلا فراولة وليمون وهاي العطور المعروفة، ولكن العطور مثلا أني شو أسوي؟ أني أسوي ميكسز. مثلا أقول مثلا شاي مالتنا حلو بالورد وبالهيل وبالدارسين، فأسوي لي ميكس ما بين هذا ويطلع لي ميكس غريب أني اللي مسويته. مثلا أقول بغدادي أي شغلة معروفة، أو شنو العطر اللي ممكن أني يذكرني بيها. سألت هواية قالوا لي وردة جوري. كردستان عامة وردة النرجس. مثلا هم أفكر مو فقط بالثقافة ولكن علميا أو طبيعيا، شنو الشغلات اللي مثلا تهدي الإنسان، مثلا مثل اللافندر أو وردة الياس. ما أعرف شنو أكثر العطور اللي مثل الرجال يحبوها. أكو العطور الرجالية مثل العود والعنبر هاي المسك مثلا نسويها.
بس مو فقط العطر جبتها وسويتها، لا أسوي ميكس بس أجربه هواية لحد ما تطلع النتيجة اللي هاني أريدها. لذلك أنت يعني تحسها مختلفة. نريد نحكي عن السستينابيلتي، عن الموضوع البيئي والاستدامة، مشاريع اللي هي حاليا احنا ببلد العراق ضيعاني هواية من التغير المناخي، من قلة فكرة، قلة مفهوم الاستدامة. الشيء الحلو بالشموع عند جبهة شموع خالية من البتروليوم، ما بيها العطر الكيميائي اللي هو بالشموع مالتنا اللي هي بالسوق، وهذا الشيء كلش مهم. تعتقدين يوما ما ممكن ميتشكو وشيرين وفرهاد ومانغ زين ينصنعون من شمع المناحل اللي موجودة بالأقليم بحيث تصير الشمعة كردية 100%؟ احنا خاصة نشوف أنا عندي مبادئ بالشغل مالتي، وهذا هو أحد أسباب الاستدامة بي، أحد الأسباب السستينابيلتي اللي هي كلش من بداية المشروع ركزت إنه لازم المواد اللي أستخدمها تكون مواد صديقة للبيئة. مثلا أنا فقط أستخدم نوعين من الشمع اللي هو شمع الصويا والشمع خلية النحل، لأن هم أساسهم نباتي مو بتروليوم أو نفطي. وهي تكون زينة للصحة، يعني ما يعني اللي أصلها بتروليوم تكون مضرة للصحة. فهاي النقطة أنا كلش التزمت بيها، ولو هي ضرتني بناحية المبيعات، يعني أقدر أبيع أكثر لأن السعر راح يقل، بس لأن دا أستعمل هذول النوعين سعرها أغلى، فأني أضطر أبيع الشمع مثلا بسعر أغلى. ولكن ملتزمة بهاي النقطة، وهي أحد أسباب اللي خلتني إنه أني أكون مستمرة بخط معروف عني. حاليا إحنا جربنا إنه نستخدم شمع من المناحل مالتنا. لحد الآن مع الأسف ما واصلين لمستوى إنه الشمعة تكون نظيفة بالكامل، ما يكون بيها خلط حتى نقدر دايركتلي نستخدمه لصناعة الشمع. أتمنى مستقبلا يكون عندنا، يعني أنا جربت وكان كلش زين وممتاز كنوعية، بس كنظافة كبرزنتيشن نهائي بعد يرادله. فأتمنى إي والله بالمستقبل يكون عندنا هيجي شي مكان مخصص، معمل مخصص يسوي لنا المواد الأساسية، حتى ما أضطر إنه أنا أروح أجيبها من الصين ومن أوروبا. hopefully راح يكون 100% كردي 100% من كردستان. احنا يعني اخذنا هواية من وقتش، بس عندي اخر جزئيتين احب اغطيها وياك. الجزئية الاولى، كيف تعتقدين مهم وجود النساء، سواء نساء الكرديات او العراقيات في عالم ريادة الاعمال؟ وش قد التحديات هي تكون بالنسبة لك كامرأة كأم تواجهين تحديات مختلفة عن الرجل من يدخل بريادة الأعمال، لأنه إحنا كاقتصاد وكمجتمع مبني حتى يخدم الرجل كأنه، وأحس المرأة لازم ما كنت تحارب حتى توصل للشيء، لأنه إحنا مجتمعاتنا ما مبنية لخدمة المرأة، إحنا مجتمعاتنا كلها مبنية لخدمة الرجل. فأحب شوية نحكي عن تجربتك أنت كامرأة بعالم ريادة الأعمال، وجد مهم بالنسبة لك كأنه تكونين أنت مستقلة ماديا إلى حد ما بشغلك. طبعا أكيد مستقلة ماديا، بس أهمية الاستقلال المادي، الاستقلال الاقتصادي، وبعيدا هم عن الاستقلال الاقتصادي، وجود المرأة، أهمية وجود المرأة، إنه تتابع المرأة شغفها حلمها إنه تسوي شيء بدون ما أحد يقول لها ليش. مهم جدا لأي مجتمع النساء يكونون مثلا مرتاحين بي، مستقلين بي، مستقلين، إحنا يعني نقول مستقلين ماديا اجتماعيا. لما النساء يكونون سعيدات يكونون وجه هذا المجتمع، يعني رأسا هيك ينطي انطباع مختلف عن الدولة
مثلا لما النساء يكونوا بها واثقات، نسبة عمل النساء عالي، نسبة ريادة الأعمال في النساء عالي، ينطي انطباع مختلف جدا لدى الدول الثانية. يعني ومن يشوفون هاي الدولة نساء فيها كذا الريت مالته، انطباعهم تماما يختلف، بينما يحجون على دولة النساء فيها مضطهدات، ما يقدرون يشتغلون، أو ما لهم فرص، أو القوانين تخدمهم. هاي أول نقطة. ثاني نقطة والله هي تأثر على تطور البلد. لما النساء يكونون هيجي بيهم productivity للعمل، البلد يكون creative، البلد يكون مبدع أكثر بالعمل، بالإيكونومي، حتى يكون هيجي بلد مرتاح. لأن مو بس الرجال يشتغلوا ويجيب للبيت، لا، النساء هم يشاركون. فلما يشاركون هيك يصير أكو بالانس، أكو توازن، وهذا التوازن يخلق أريحية حتى للرجال، يخليهم مرتاحين أكثر، النفسية تكون مرتاحة، الوجوه تكون مرتاحة، فيأثر كلش بوايا. أنا من بيت المشروع أكيد كان أكو challenges كنساء، كان يحتاج لي جهد أكثر من الولد، أثبت نفسي، أو أثبت إنه أنا الفكرة it's valid أقدر أسويها، أو لأن كان أكو هواية شكوك من تبدأ، يعني هي بنية ما تقدر، أو شنو ريادة أعمال. فحتى تأثر على النفسية مالت البنية. وناهيك إذا أنت يعني إذا الشخص إذا المسؤولية تصير أكبر وأثقل. النقطة اللي تسهل هي وجود سيركل أو دائرة تشجعك، أو دائرة تساعدك. أنا هسه صار لي ساعة قاعدة هنا أنا وياكم، إذا أنا ماما مو جوا يم ابني وتساعد يعني يمه وبيبي سيتنج هم، صعبة جدا إنه أنا أقدر أجي وأشارك وياكم قصتي وأحكي وياكم. فهذا الدعم من النساء للنساء، الدعم من بابا مثلا، من زوجي، من أصدقائي، الدائرة اللي أنا خلقتها أو اختارت إنه أكون جزء منها، أو هم يكونون جزء منها، هاي كلش تساعدني وتسهل لي أكثر. مثلا بالشغل مالتي، إذا أنا زوجي مو كلش يساعدني بتفاصيل موجودة بالشغل، تكون أكثر challenging بالنسبة لي أنا أسويها. الدائرة اللي نختارها هي تسهل. أتمنى إنه المجتمع يكون ألطف شوية ويانا، يعني ألطف بالتعامل ويانا، يعني وقورين شوية ويانا، يكونون شوية توفت أكثر، لأن إحنا نبذل جهد 3-4 مرات أكثر. أنا يعني وعيت على هذا الموضوع، حس أكثر، يعني واعية بيها أكثر من بعد ما صرت دا أحس إنه أنا شلون دا أوفق بتربية ابني، وأنطيه كل اللي هو، لأن هو هسه الأولوية، أنطيه كل اللي أقدر لازم أنطيه، وهم أنطي حق العمل اللي أنا أعشقه وأحبه وأسويه، وأنطي حق نفسي. فهاي كلها مسؤولية، دا أخذ جهد 4 مرات أكثر من إنه مثلا أنت دا تشتغل بمكان السيستم يساعدك، كل شيء مريح بالنسبة إليه. يعني نحتاج نكون لطيفين أكثر ويا النساء، نساعدهم أكثر حتى ولو بكلمة، يعني الكلمة تكون مساعدة مرات، مو شرط جهد، مو شرط يعني economically، خلينا نقول ناحية مالية، لا، الكلام، الدعم. هدى، إذا ممكن تحكي لي عن مستقبل مشروعك، مستقبل لالا كاندلز، وين تشوفي رايح؟ شنو الخطوات الجاية؟ وبنفس الوقت إذا تقولي لنا وين يقدرون الناس يشترون الشموع. أكيد إحنا نحط رابط للموقع أونلاين، بس إذا أكو نقاط بيع مباشر همين حتى نذكرها. والله كمستقبل، أنا دائما أشوف مستقبل لالا مشرق، لأن اللي دا أشتغل عليه بشغف وبحب. عندي أفكار إضافية راح أضيفها للالا،
إن شاء الله بالمستقبل القريب جدا، يعني راح يكون أفكار كلش حلوة إضافة للورشات، للعلامة البيضاء، للمنتجات. فهاي ما راح نخليها مفاجأة، بس راح تكون إن شاء الله كلش حلوة، الناس راح يحبوها. آه، أتمنى أوسع من لالا كمكان، لأن عندي فيجن إله، يعني عندي رؤية كاملة للالا. فهاي الرؤية تبدأ بإنه يكون عندي مساحة كافية كمكان. إن شاء الله بالمستقبل القريب نسوي، بس نشوف نلقى المساعدة المضبوطة حتى ننفذ الفكرة بطريقة زينة. أتمنى هم أكون نقطة كلش أتمناها إنه المنتجات تلقى مكانها بالمطار، تلقى مكانها بالقلعة، لأنه هاي الأماكن هي الناس والمسافرين والغرباء عن البلد يجون إلها، فهي وجهة إلهم. فمن يجوا يشوفون هذا المنتج هناك، هذا هم يساعدني إنه أروج للكرياتيفيتي مال البلد، وأكون جزء من الكرياتيف ايكونومي. يعني هذا كل شيء أحب أحكي بيه، لأن الإبداع والشغل والفن هو إحنا كلش ريتش بيه، يعني غنيين كبلد بيه، فنقدر نستثمر هذا الشيء كبلد وكدولة ونطور بيه الايكونومي مالتنا. أتمنى نركز على هاي النقطة كلش هواية، من المستثمرين، من الناس، من الدولة نفسها. بدال ما كلش التركيز يكون على النفط، خلي يكون على الفن، على الكرياتيف ايكونومي. وكمنتجات وين يلاقوها الناس؟ يعني هي موجودة أكيد أونلاين، على السوشيال ميديا، موجودة على الويب سايت الرسمي مالتنا. يعني هو كليك واحد، 2 3 يقدرون يعني يسوون purchase، يشترون المنتج من خلال الموقع الرسمي. وهم عندنا نقاط بيع بأربيل، بعنكاوة، عندنا نقطة بيع باختياري. هي مو محل مالتنا، ولكن هي مثلا محل ورود. احنا عندنا ستاند كامل بيه، حاطين بيه كل المنتجات للي يحبون يروحون مش دايركت ياخذونه منه، أو يزورونا بالورشة أو بالاستوديو مالتنا. بس يكون هذا لازم قبلها إحنا نعرف هم جايين، لأن الزيارات مو مفتوحة دائما أو كل يوم، بسبب إنه هو مكان للعمل، مو مثلا دكان أو شوب حتى يعني الزيارة تكون مفتوحة. بس إن شاء الله بالمستقبل هم يكون عندنا مكان دايركتلي الناس يجون عليها إن شاء الله. هدى احنا أخذنا كل شوية من وقت وبدينا شوية، كانت عندنا صعوبات تقنية تجاوزناها سوا. بالنسبة إلي أنا كلش سعيد، كلش ممنون، احنا كلش سعيدين وكلش ممنونين، كلش انت شخصية ملهمة، واحنا كلش فخورين بيك، وفخورين بالشغل اللي دا تسويه. واحنا باعتبار اليوم الحلقة كردية، فالكوشات هان اللي قاعد وراي أنا هنشتريها من القلعة، من أكون محلات مال اللي جوا القلعة، مشتري منهم دول الكوشات. فهاي in your honor أنا حاططها اليوم من الاستوديو مالتي بالبيت. لازم أدز لك شموع من الكاندلز حتى المرة الجاية تحطها. نحط شموع بالسود. هدى شكرا، نورتينا، وإن شاء الله نلتقي بيش قريبا. إن شاء الله موفقين. شكرا جزيلا. شكرا.